لو انت طالب ثانويه عامه والدنيا لسه ملخبطه معاك، او لو انت لسه ما بداتش ومش عارف تبدا منين، فتعال اقول لك لو معاك 3 شهور بس ازاي تلم منهج ثانويه عامه وتدخل طب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما، اللهم بارك لنا في وقتنا، اللهم امين، اللهم امين يا صديقي. عايز بس اجاوب على سؤال بيدور في ذهنك دلوقتي، هل لسه في وقت وهقدر اجيب مجموع بجد؟ بجد يعني مفيش كلام تنميه في البشريه في الفيديو. سمعت كذا فيديو وبيقول لي في وقت ومع ذلك انا مش عارف ابدا. الاجابه صريحه وواضحه، عندك وقت. طب ازاي؟ هو ده اللي هقوله لك في الفيديو ده هكون حريص جدا جدا المعلومات اللي هقولها لك هتطبق على ارض الواقع. انا عارفك انك سمعت كميه فيديوهات كتيره جدا وتخش الفيديو 100 100 وحاسس انك هتقوم تكسر الدنيا، وتقوم تبدا تلاقي الدنيا صعبه، مش عارف تطبقها على ارض الواقع، وتمل وتحبط وترجع لنفس الدايره تروح تسمع فيديو تاني. انا فاهم ده وانا مقدرك. فالفيديو ده باذن الله هقول لك حاجات تقدر تطبقها على ارض الواقع، والله باذنك انت يا الله هتدعي لي. انا عارف ان حياتك الفتره اللي فاتت دي كانت في قمه العبث والعشوائيه، بتقوم الصبح اصلا انا مش عارف، صباح الفل كده اي حاجه تيجي قدامي ماشي انا عادي، انا مش عارف اصلا ورايا مادة النهارده، يعني سايب الدنيا سداح مداح، كل شيء متاح حرفيا. فعايز اقول لك ان خلال الفتره الجايه الكلام ده مش هينفع معانا نهائي. فلو انت عندك العزيمه وعندك القدره انك تبدا وتخلي سنه ثالثه ثانوي السنه دي سنه ايجابيه في حياتك، مش سنه سلبيه وخلاص او سنه هتعدي من عمري وخلاص، فبالله عليك كمل الفيديو واسمع كل نقطه اقولها لك ويلا بينا. اولا كده انا عايزك تجيب كل ماده وتكتب لي انت مراكم فيها ايه او انت ما بداتش فيها ايه. خلينا نبدا بماده الفيزياء مثلا، ونتوقع يعني انك ما بداتش فيها خالص، دي اصعب النتائج انك اصلا ما بداتش فيها. فهنعمل ايه؟ هنمسك ماده زي ماده الفيزياء دي كده وهنجيب ورقه زي دي ونقسمها 3. الماده الدروس اللي عليا، عندك مثلا الوحده الاولى فيها كذا درس، الوحده الثانيه عندك كذا درس، الوحده الثالثه فيها كذا درس. دي يبقى لازم تمسك كل ماده وتعرف انت مراكم ايه، عليك ايه، سايب ايه، حالل ايه. وخلي بالك ان الحل يعتبر تراكم، يعني انت لو مذاكر الدرس وفاهم شرحه وما حلتش فانت مراكم. ماشي. فاحنا هنعمل 3 سطور كده. اول حاجه الماده اللي عليا مراكم فيها ايه، رقم 2 الشرح، حل، مذاكره. طب نيجي لاول نقطه الشرح، همشي معاك خطوه خطوه. اول حاجه الشرح، هل هبدا بقى هل امسك درس كده واخش اجيب الشرح بتاع اليوتيوب؟ اقول لك لا، عايزك الوحده الاولى مثلا انت مراكمها كلها، هتخش على الفيديو، هتخش على اليوتيوب زي ما باين لك كده في الفيديو، تكتب وليكن شرح الوحده الاولى مستر محمد عبد المعبود، دوس، هيظهر لك فيديو تقريبا ساعتين. تمسك الفيديو الساعتين ده، هتلاقي تقلب في التعليقات كده، هتقلب في التعليقات هتلاقي ايه، متقسمه الدرس الاول من كذا لكذا، الدرس الثاني من كذا لكذا. هتشوف انت والله لو مراكم الباب كامل خلاص انا هخش هسمع الباب من اوله لاخره. طب انا مثلا لو مراكم درسين هتلاقي الدرس مدته من الوقت كذا لوقت كذا، يعني كل درس متحدد بوقت، جزاه الله خير اللي عامل كده يعني. هتخش تسمع الدرس ده. تمام، احنا كده خلصنا من الشرح. يبقى حوار الشرح كله احنا بنعمل ايه؟ الشرح انا بسمع الباب كامل، ما بسمعش درس بدرس، بجيب من المراجعه، بجيب شرح مكثف، بجيب المعسكر. مش هخش على الدرس هتلاقي الدرس مثلا ساعه ونص، اقعد اسمع الدرس. طب ايه اللي بيفرق الدرس، مدرس شرح الدرس في ساعه ونص ومدرس تاني شرح الدرس مثلا في نص ساعه؟ والله هو اختلاف سرد مش اكتر، يعني ده بيرغي كتير وده بيقول الخلاصه حرفيا، والخلاصه اللي بتيجي في الامتحان عشان بس نبقى واضحين مع بعض. فهمنا الشرح هنعمل ايه؟ تمام. دي اول نقطه. تاني بقى نقطه المذاكره. عايزك يا صديقي، انا مش هقول لك تذاكر ازاي، عايزك تذاكر بالطريقه اللي انت بتحبها، فوق السرير، تحت السرير، على السطح، في البلكونه، وانت قاعد، وانت واقف، وانت ماشي في الشارع، الطريقه اللي تريحك والطريقه اللي انت شايفها بتجيب معاك انتاجيه. وبعدين انت مش طالب صغير اقول لك انت هتذاكر ازاي، انت المفروض عدى عليك 6 او 7 شهور في ثانويه عامه، فانت بالصلاه على النبي كده فاهم الدنيا ماشيه ازاي، فاهم انت بتذاكر ازاي. فالنقطه دي عايزك تذاكر زي ما تحب، فين وازاي، دي طريقتك، دي الطريقه اللي انت متعود عليها الاكثر انتاجيه بالنسبه لك، ذاكر بيها. تمام. نيجي تالت نقطه الحل. عايزك يا صديقي بالنسبه للحل، مثلا احنا لو جبنا في الفيزياء وليكن هقول لك حل كتاب الامتحان، هتقول لي يا عم ده على كل درس تقريبا 100 سؤال
وشويه مقالي وبتاع، يعني الدرس كله 150 سؤال. عايزك بس تحل من كل درس 30 سؤال بس. 30 سؤال حلهم، اول 30 سؤال حلهم وتفهم افكارهم. هتقول لي يا عم ده بص، ده يعني كده انا ما حلتش كتير. هقول لك فتره المراجعه النهائيه انت هتحل كميه حل كتيره جدا. فانت لو ما سمعتش الفيديو بتاع اهم الكتب، عايزك تروح تسمعه وتجيب الكتب اللي انا قلت لك عليها. باذن الله انت لو مشيت على الطريقه اللي انا قلتها في الفيديو ده، من اول شرح ثم المذاكره ثم الحل، فانت باذن الله هتيجي في حد المراجعه النهائيه كده وهتكون ماشي مع زميلك اللي بدا من اول الترم. طب هتقول لي كده ده هو حل اكتر مني، اقول لك لا، اللي هو حله معلش هو نساه، هو نسيه اصلا. فانتوا الاتنين على خط واحد كده. فبالطريقه اللي انا قلت لك دي انت هتوصل باذن الله في المراجعه النهائيه مخلص المنهج كامل، مخلص المنهج كامل. وهتبدا زيك زي اللي بدا من اول السنه فتره المراجعه النهائيه شخص جديد حرفيا. تبدا بقى تحل في كتب المراجعه النهائيه اللي انا عملت لك عليها فيديو. روح اسمع الفيديو ده مهم جدا جدا، وهات الكتب دي، وباذن الله هقول لك ازاي تحل كل الكتب دي في وقت. وهل انا كنت باخد اونلاين ولا سنتر؟ بالله عليك بالله عليك عايزك تلتزم بكل نقطة أنا قلتها. والله العظيم دي تجربة بتاع واحد الحمد لله هو في طب بشري المنوفية حاليا. فأنا عايز أقول لك أول خطوة هتعملها تقوم زي ما أنا قلت لك تشوف المواد اللي أنت واقع فيها، تكتب الدروس بتاعتك وتكتب لي في الكومنتات اليوم اللي بدأت فيه، وبإذن الله يكون حافز ليك إنك ترجع وتشوف الكومنت ده وتكتب أنت تميت المهمة. باذن الله باذنك انت يا الله كلكم توصلوا لحلمكم. عايز اقول لك ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج. مش عايز اطول الفيديو اكتر من كده، بس عايزك بالله عليك يكون عندك الهمه القويه، عندك الاراده انك باذنك انت الله توصل لحلمك. الحوار مش صعب قوي، هو صعب بس مش مستحيل انك تعمله. عايزك تبدا بالله عليك التاسكات بتاعتك تعملها. ساش لو عايز ملخصات بتاعتنا وبنتابع معاك برضو على التليجرام، هتلاقي لينك التليجرام في الوصف او في اول تعليق. ساش تعمل الاشتراك بتاعك الجميل عشان باذن الله الفيديو الجاي المذاكره في رمضان، وازاي انا كنت في رمضان مخلص المواد ولوحدي. باذنك انت يا الله انتظر فيديو مذاكره رمضان. خليك تذاكر 14 ساعه كده وانت مش حاسس اصلا، يعني هتلاقي 14 ساعه متقطعين كده والله العظيم شغل عسل. فلو انت عملتش اشتراك انزل اعمل اشتراك، وما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.